بيبدأ بواحدة اسمها ليسا وهي خارجة من مزرعتها ورايحة على البيت، ووراها واحد اسمه صني وعينيه كلها شر وبيقول لها كنتي مع جورج يا ليسا صح؟ فليسا حاولت تدافع عن نفسها وقالت له ايه اللي انت بتقوله ده؟ جورج يبقى جوزي. فرد عليها صني مش هيفضل جوزك كتير، احنا ناويين نخلص منه. وبعد كده بنرجع بالزمن عشان نعرف الحكاية من الأول، وبنشوف صني وهو راكب أتوبيس ورايح على بلد اسمها لويزيانا علشان يدور على شغل. وبعد ما نزل من الأتوبيس راح لورشة تصليح عربيات عشان يلاقي شغل، بس صاحب الورشة قال له إن مفيش مكان فاضي. فصني خرج وهو متضايق ومحبط عشان معهوش ولا مليم، فقرر يقعد على بنش في حارة ضلمة عشان ياخد له غفوة. وفجأة لقى راجل كبير في السن رايح ناحية عربيته، وطلع عليه واحد بمطوة عشان يسرقه. والراجل العجوز اتخض وقعد يتحايل على الحرامي عشان ما يأذيهوش، بس التاني طمع فيه وهجم عليه بالمطوة وعوره كذا تعويرة. ولما صني شاف المنظر ما قدرش يسكت، فنط بسرعة وزق الحرامي بعيد وضربه بالشنطة بتاعته. الحرامي حاول يقاوم بس صني كان أقوى منه فطلع يجري زي الفار. وفي اللحظة دي الراجل العجوز شكر صني من كل قلبه على إنقاذه. وصني لما شاف إصاباته الكتير طلب له الإسعاف عشان يطمن عليه. وهم في المستشفى الراجل العجوز عرف صني على نفسه إن اسمه جورج. وبعد شوية لقى ليسا مراته بتجري عليه وحضنته وهي قلقانة وبتطمن عليه، فصني قرر يمشي بهدوء عشان ما يضايقهمش. بس جورج نده عليه وعرف ليسا عليه وقال لها ده صني اللي أنقذ حياتي من الحرامي. فليسا شكرت صني وهي مبهورة بشجاعته. وبعد كده جورج سأله عن وضعه، فصني حكاله إنه غريب في البلد وبيدور على شغل ومكان يقعد فيه. فجورج عرض عليه إنه يقعد معاه في بيته وقال ده أقل حاجة ممكن أعملها عشانك. وبعد كده هم على العشاء جورج اكتشف إن صني ميكانيكي شاطر، فجورج عرض على صني يشتغل عنده وقال له إن الميكانيكي بتاع المزرعة ساب الشغل من فترة. فبنشوف صني فرح طبعا، بس في نفس الوقت كان عمال يبص على ليسا وهي قاعدة ومعجب بجمالها، وجورج مش واخد باله خالص. وبعد العشاء صني راح قعد في الكوخ الصغير بتاعه اللي ورا البيت، وسمع صوت ليسا وجورج وهم بيكلموا من أوضتهم، وإن ليسا كانت قلقانة إنهم يسكنوا واحد غريب في بيتهم. بس جورج فكرها إنهم هم كمان مروا بظروف صعبة زمان وإنه عايز يديله فرصة بس. فليسا اقتنعت وسكتت وراحوا يناموا. والأيام عدت وجورج ورى صاني الورشة وعرفوا على شغله الجديد، بس كان في بين صاني وليسا نظرات رايحة جاية. وفي مرة صاني كان شغال وشاف ليسا وهي نزلة من عربيتها ففضل يبص عليها بإعجاب. وفي مرة تانية ليسا كانت بتسقي الورد في البلكونة وصاني كان بيستحمى بخرطوم المية، فجأة لقاها بتبص عليه. وفي يوم تالت ليسا كانت قاعدة على مرجيحة عاملة نفسها بتقرأ كتاب، بس عينيها كانت على صاني. فصاني فهم اللعبة وحس إن في كيمياء بتزيد بينهم. وفي ليلة من الليالي صاني كان باصص من شباكه فشاف ليسا واقفة عند شباكها هي كمان، بس كانت بتبص للسما بحزن. وبعدين بصت على جورج اللي كان نايم نوم عميق، وواضح جدا إن جورج مش مديها الاهتمام اللي هي محتاجاه. وتاني يوم بنشوف ليسا راحت لصاني في الورشة وقالت له بطل تبصلي بالطريقة دي. فصاني رد عليها بذكاء وقال لها لو انت عارفة اني بوصلك يبقى انت كمان كنت بتبصلي بالليل. وبعدها بيوم هما التلاتة كانوا بيتغدوا وليسا كانت بتغسل المواعين في المطبخ، وجورج طلب من صاني يجيب كاسات وتلج من المطبخ. فصاني دخل المطبخ ولقى ليسا بتغسل المواعين وقرب منها، بس فجأة جورج نده عليهم من الصالة بصوت عالي وقال له ايه اللي مأخرك يا صاني؟ فصاني فاق لنفسه ورجع بالتلج. وبعد كده بنشوف صاني عايز يقضي وقت مع ليسا لوحدهم، فعمل خطة ذكية وهو بيكون عارف إن جورج عنده عربية حمرا شيك وناوي يهديها لليسا، بس كان ناقصها قطعة مهمة. فصاني عارف إن في محل بيبيع القطعة دي بعيد شوية، فأقنع جورج إنه يروح بسرعة قبل ما القطعة تتباع. فجورج فرح جدا وطلع يجري على طول. وبعد شوية ليسا دخلت الورشة تسأل على جورج، فصاني قال لها إنه هيرجع بعد 4 ساعات على الأقل. فليسا لفت عشان تمشي، بس صاني مسكها وإيده اللي كلها شحم وزيت جت على دراعها. فليسا اتضايقت لحظة وقالت له بهدلتني، بس بسرعة الموضوع اختلف وبعدها حصل اللي حصل. وبعد ما خلصوا ليسا طلعت تستحمى، ولما جورج رجع ليسا شافته من الشباك وهو بينادي عليها بحماس عشان يشوفوا العربية اللي اتصلحت. فنزلت ليسا الورشة وصاني شغل العربية وطلب من جورج إنه يجرب العربية. وهو بعيد صاني قال لليسا لازم ناخد بالنا ومحدش يعرف حاجة عن اللي حصل. فليسا ردت عليه بعصبية أنا عمري ما خنت جورج، خلاص مفيش حاجة هتحصل تاني.
انسى اللي فات. وفي اللحظة دي جورج رجع ومبسوط، وإدى ليسا العربية هدية وبسها بحب. وفي يوم تاني بعد العشاء كانوا التلاتة بيشربوا في الصالة، وجورج كان سكران على الآخر، وصاني حكى نكتة سخيفة عن واحد مراته بتخونه، والنكتة كانت موجهة لليسا. فليسا اتضايقت جدا وقالت لجورج إنها عايزة تنام، وجورج فضل يشرب لحد ما نام على الكنبة. وصاني انتهز الفرصة وطلع فوق يدور على ليسا، وفجأة ليسا طلعت قدامه. بعدين كملوا سوا في أوضتها، وجورج نايم تحت ولا حاسس بأي حاجة. تاني يوم جورج ورى صاني أرض كبيرة وقال له إنه ناوي يعملها حلبة سباق للعربيات. فصاني انبهر وراح حكى كل حاجة ليسا وودها المكان كمان. فليسا قالت له ده ممكن يبقى كل حاجة إحنا بنحلم بيها، أنا لازم أكون معاك. وبعدين بدأت تفكر وبتقول له إزاي يخلصوا من جورج عشان تورث فلوسه ونعيش سوا في سعادة. وأقنعته إن لازم يلاقوا طريقة عشان يقتلوا جورج ويخلوها تبان إنها حادثة. فخطتهم كانت إن جورج يبقى تحت جزء تقيل من جرار عشان يصلحه، وليسا هتسحب سلسلة عشان محرك العربية المتعلق يقع على جورج ويموت. ووقتها الشرطة هتقول إن السلسلة كانت بايظة وهما الاتنين هيطلعوا براءة. وفعلا أول ما جات اللحظة ليسا سحبت السلسلة والجزء التقيل نزل بسرعة وقتل جورج في ساعتها. بس في اللحظة دي الجزء ده وقع على إيد صاني اللي كانت قريبة عشان يتأكد إن جورج في المكان الصح. وبنلاحظ إن صاني خاف جدا إن دمه يبقى دليل في مسرح الجريمة، بس طمن ليسا وقال لها ما تقلقيش. ولما الشرطة وصلت ليسا عملت نفسها حزينة وبتعيط على جوزها، بس الشرطة حست إن في حاجة غلط وبدأوا يشكوا في الاتنين وبدأوا يستجوبوهم، بس هم قدروا يحافظوا على سرهم. وبعد فترة صاني وليسا كانوا في حلبة السباق اللي عملوها بفلوس جورج، بس الشرطة اكتشفت تورطهم في القتل. ولما ليسا عرفت الموضوع تاني يوم قالت لصاني إنها حامل منه وإن ما كانش لازم يقتلوا جورج. فصاني خاف إن الشرطة تعرف إن ليسا متورطة، فقرر يضحي بنفسه وكتب خطاب اعتراف للشرطة قال فيه إن هو اللي قتل جورج لوحده. وبنشوف صاني دخل السجن عشان يقضي عقوبته، ومن السجن صاني فضل يبعت لها في جوابات يسألها عن البيبي. فليسا قالت له إنها خلفت ولد وبعتت له صور ليه، وصاني فرح إن ابنه بخير وطلب صور أكتر. وبعدين منشوف ليسا وهي في مكتبها في حلبة السباق مسيطرة على كل حاجة. وهنا بقى الصدمة الكبيرة، منشوف ليسا مع عاشقها اللي هو نفس الحرامي اللي ظهر في الأول خالص، واتضح إن ليسا هي اللي بعتت الحرامي ده عشان يقتل جورج في محاولة السرقة. ولما الخطة فشلت ضحكت ليسا على صاني وخلته يقتل جوزها، وبعدين كذبت عليه وقالت له إنها حامل عشان يخليه يعترف بالجريمة لوحده. وكمان كانت بتبعت له صور لولد أسمر صغير على إنه ابنهم. والفيلم بيخلص وليسا قاعدة بتتأمل في ثروتها اللي جمعتها بالغدر والخيانة، ونجحت إنها تهرب من أي عقاب لجريمتها البشعة. وكده بيخلص الفيلم، وفي النهاية ما تنساش بقى تدعمنا بلايك وتشترك في القناة عشان تشوف الملخصات الجاية واللي أكيد هتعجبك. ونشوفكم المرة الجاية. باي باي.